يا أهلا بكل متابعين إيمان في كل مكان. وحشتوني قوي من الرواية اللي فاتت. النهاردة جاية وجايبة رواية حلوة قوي، متأكدة ان كلكم هتحبوها. قلم الكاتبة المبدعة ليان يعقوب. الرواية دي جبارة. يعني هو يا بابا مفيش أي حل تاني غير أني أتجوز البتاعة دي؟ أنا مش هتجوز علشان صفقة ما بينك وبين أبوها. اعملوا أي حاجة تانية وأنا موافق عليها، موافق إني أدفع لكم الفلوس من جيبي، إنما أتجوز البنت دي لأ. بابا عصبية. أولا تتكلم معايا باحترام يا أستاذ أدهم. ثانيا بقى أنت متخلف. لو ما اتجوزتهاش الشركة هتقع وهنفلس. أنا أحمد الشرقاوي أبقى مفلس؟ لا يا حبيبي، مش هيجي على دماغي لوحدي. كل الهيلمان اللي انت عايش فيه ده مش هيبقى موجود. بمعنى أفضل، مفيش بنات اللي بتموت على أدهم الشرقاوي، ولا فلوس ولا نفوذ ولا عربيات ولا فلل. وقبل ما تتكلم فكر بالعقل. أول ما قال كده سكت أدهم لحظة وقال بضيق: بابا أنا موافق أتجوزها، بس بشرط واحد. هتجوزها لمدة 3 شهور، 3 شهور وأطلقها. ها، موافق؟ الرد بفرحة: آه طبعا موافق. تمام يا ابني، أيوة كده، هو ده أدهم ابني اللي ربيته. أنا متشكر قوي يا ابني، انت أنقذتني وأنقذت مستقبلنا احنا الاتنين. في مكان تاني خالص بنشوف بنت مليكة اللي كانت بتلف في الفيلا زي المجانين وبتقول بعصبية: انا استحاله اتجوز بالطريقه دي. احنا فين؟ احنا مش في عصر الجاهليه. وبعدين انا لسه في تالتة كليه، اتجوز ليه؟ وبعدين انا عايزه احب واتحب واعيش حياتي، مش هتجوز جواز صالونات، اتجوز علشان صفقه. باباها بصلها بنظره مرعبه وكمل وقال بضحكه سامجه: هو انت فاكره اني باخد رايك مثلا؟ لا يا حبيبتي فوقي. مش جمال الجرحي اللي رجاله بشنبات بيقفوا له كده انتباه يتقالوا من بنته لا. ويا ريت مثلا هعمل حاجه تموتها ولا حاجه. ده انا عايزه اجوزك، وبعدين انتي كبرتي لازم تتجوزي. بصت له مليكه بدموع وقالت: يا بابا، هو انا مش فارقه معاك للدرجه دي؟ ده انا لحمك ودمك. عايز تبيعني علشان صفقه ملهاش اي لازمه؟ ارجوك، ارجوك بلاش، فكر في الموضوع. قال ببرود: لا يا حبيبتي مش فارقه، عادي يعني، زيك زي الكرسي ووجودك زي عدمه، فما فيش فرق بالنسبة لي. إنما أنا بالنسبة لي بقى، فأنت هتتجوزيه يعني هتتجوزيه، وبلاش كلام كتير ويا ريت نقصر المسافات. مليكة بمرارة: تمام يا بابا، اعمل اللي انت عايزه، مادام انا كده كده مش فارقة معاك فخلاص عادي يعني، هتفرق مع مين يعني؟ وفجأة الموبايل بتاع جمال رن. كان أحمد أبو أدهم. رد عليه جمال، وأول ما رد قال أدهم بفرحة: ألو، ازيك يا جمال؟ عامل ايه يا حبيبي؟ تمام تمام. بص، أدهم وافق، وافق على الجواز، بس قال بشرط واحد: إن الجوازة تكون لمدة 3 شهور بس. انت لو عايزها تكمل طول العمر أنا موافق طبعا، وأدهم إن شاء الله يوافق. المهم بس نبتدي بالموافقة. 3 شهور 3 شهور يا سيدي وبعدين نشوف. جمال بلا مبالاة: مش فارقة كتير، 3 شهور العمر كله، المهم إن صفقتنا تتم. أنا موافق جدا على كل اللي بتقوله، إن شاء الله ربنا يكملها على خير. إيه رأيك صفقتنا تتم يوم كتب الكتاب ويكون يوم الخميس؟ تمام، اللي انت تقوله يتنفذ على طول. على العموم أنا هقول لأدهم علشان يجهز أوراق الصفقة، وربنا يتمها على خير. جمال بسماجة: تمام تمام، مع السلامة. وقفل السكة وقال لمليكة بقرف بعد ما طلعت أوضتها: بت انتي، كاتب كتابك على أدهم الشرقاوي يوم الخميس الجاي. هتتجوزوا لمدة 3 شهور وهتغوري تتطلقي منه. مش عايزة أسمع نفس، فاهمة؟ الكلام اللي أقوله بعد كده تسمعيه وانتي ساكتة. حاضر، اللي تشوفه يا بابا، براحتك. عند أحمد كان قاعد مع أدهم وقال له بحزم: بص، أنا كلمت جمال واتفقنا إن كاتب الكتاب والصفقة هيكونوا يوم الخميس الجاي، وأقسم بالله يا أدهم لو سبت الفرح ولا عملت أي حاجة من اللي بتعملها دي لا هتكون ابني ولا أعرفك. هخسرك الجلد والسقط، كل حاجة في حياتك هتخسرها. أدهم بزهق: مش هعمل حاجة يا بابا، براحتك، اعمل اللي انت عايزه، كده كده مش فارقة معايا.
3 شهور استحملها بالطول ولا بالعرض، وتغور في 60 داهية بعيد عني. عدى الوقت بسرعة البرق، وجه يوم الخميس عند مليكة وهي بتلبس الفستان الأبيض اللي أي بنت بتتمناه، اليوم اللي البنت بتتجوز فيه حبيبها وتعيش معاه في أحلى مكان. لكن عند مليكة كانت شايفة إنه كفن لمدة 3 شهور. أما بقى عند أدهم، كان واقف هو كمان في الأوضة بيلبس وبيقول في نفسه بقرف: بقى أدهم الشرقاوي على آخر الزمن يتغصب على جوازة. عجايب والله. والله يا مليكة لطلع عينيكي ال3 شهور دول هيعدوا عليكي كأنهم 30 سنة. خليها تشرب بقى. وبعد ساعتين كانوا كتبوا كتاب والصفقة كمان، وأخد أدهم مليكة وروح بيها. وهم كانوا في العربية، كل واحد كان بيبص في الشباك اللي جنبه، وما كانوش بيبصوا لبعض تماما. وصلوا البيت. أول ما وصلوا قال لها بقرف: بصي يا بتاعة انتي، أنا متجوزك لسبب معين، وأنا مش طايقة أشوف وشك حرفيا. أنا هوريكي وش ما تتمنيش تشوفيه لألد أعدائك. احذري مني. قالت مليكة بقوة: بقولك ايه يا أدهم، اوعى تكون فاكر اني يعني هموت عليك او انت فارق بالنسبة لي اصلا. انت زيك زي الكرسي ده. وبعدين توري مين؟ ده انا مليكة جمال محمد الجرحي، يعني لما تسمع اسمي تقف وتتكلم عدل وتبص في الارض كمان. تمام؟ واوعى تفكر مجرد تفكير انك تتكلم معايا. بحذرك، اوعى تتكلم معايا ولا لسانك يخاطب لساني لغاية ما ال3 شهور الزفت دول يخلصوا واغور من وشك. مفهوم؟ قالت كلامها ومشيت من قصاده ودخلت الأوضة ورزعت الباب وراها. أما أدهم استغرب جدا في نفسه وقال بينه وبين نفسه: إيه ده؟ هي إزاي بالقوة دي؟ وكمل بمكر وقال: بس على العموم أنا أحب النوع ده، محبش النوع الضعيف بتاع بابي ومامي. مسيرك يا مليكة في يوم من الأيام تيجي وتقولي لي بحبك يا أدهم. ودخل نام. أما بقى الصبح صحيت مليكة وغسلت وشها واتوضت وصلت، وبعدين قعدت مسكت موبايلها. أدهم صحي من النوم، هو كمان اتجاهلها تماما، لكنه ابتدى يحس بالجوع. قال لمليكة وهي قاعدة ماسكة الموبايل بتاعها بكل استهزاء: قومي يا بتاع انتي، حضري لي الأكل وبعدين جهزي لي الحمام علشان عايزة اخد شاور. يلا قومي. هو أنا مش قلتلك امبارح لما تسمع اسمي تقف وتتكلم عدل؟ شكلك مش بتفهم زي البني آدمين. رد أدهم بغباء وقال: أمال بفهم زي مين يعني؟ زي الجاموسة مثلا؟ مليكة بضحكة حلوة سرح فيها أدهم، أول مرة يشوفها بتضحك كده. أديك قلت أهو واعترفت على نفسك. على العموم أنا من بكرة هنزل الجامعة علشان مش ناقصة دوشة. وبعدين خرجت من الأوضة. فاق أدهم وقال في نفسه: أنا إزاي سرحت في ضحكتها؟ يعني دي أكتر واحدة أنا مش طايقها. أنا شكلي كده اتجننت. والله اتجننت. أكيد ده جنان. وبعدين دي شبه العفاريت. أم لا بصراحة هي حلوة. أوف بقى، أنا زهقت. أنا هروح أجيب أكل. أكيد ده من الجوع. وبعدين نزل علشان يجيب أكل وطلع للأوضة. دلوقتي أنادي البت اللي جوه دي ولا أسيبها؟ لا أسيبها. يخرب بيت كده، ده أنا هعيش 3 شهور عنب. وأنا اللي هطلع عينيها؟ شكلها هي اللي هتطلع عيني. بحلاوة ضحكة أمها كده. وخبط على باب الأوضة وقال بكذب بعد ما دخل: بص يا مليكة، أنا مش طايقة أشوف وشك، بس أنا يعني مش شرير. أنا جبت أكل، يلا تعالي كلي، انتي مكلتيش من امبارح. مليكة بتجاهل: لا شكرا يا باشمهندس، أنا عايزة أنام. واتفضل بقى من غير ما ترد، علشان طول الليل ما نمتش. اتفضل شوف لك أي أوضة تانية في الفيلا ونام فيها، ولو سمحت ما تدخلش الأوضة دي بعد كده من غير ما تخبط. تصدقي إن أنا غلطان إني جيت أقول لواحدة زيك تاكل؟ وأحسن برضو أنا اللي معرفتش أنام طول الليل. أنا همشي وأروح أنام في أي أوضة تانية، مش عايزة أشوف وشك. وخرج من الأوضة. لكن طول اليوم مليكة معرفتش تنام من التفكير فيه. كانت بتفكر فيه طول الوقت وبتقول بحيرة: شكله طيب وأنا ظلمته، وبعدين دمه خفيف وأمور كده. هو أنا شكلي وقعت ولا إيه؟ لا وقعت إيه؟
لا لا، بس ما فيش الكلام ده. خلاص خلاص. لا اسكتي بقى يا مليكة، أنا هنام. وفعلا نامت وهي بتفكر فيه. وبعد وقت صحيت مليكة الساعة 2 بالليل وكانت جعانة. يعني يا بطني، يا خرابي أنا هموت من الجوع. صح، ده الواد أدهم كان جايب أكل. أما شوف كان جايب إيه. سمعها أدهم اللي كان بيشرب من التلاجة وهي بتقول عليه كده. قرب منها وقال: أنسة أنتي. واد واد يا بت، ده انت شبر ونص. قرفانة معاكي ليه؟ وبعدين هتاكلي من أكلي ليه؟ مش قلتي إنك مش جعانة ومش عايزة مني أي حاجة؟ مليكة بقفقفة. أوف، بقول لك إيه يا عم أنت، الواحد جعان وخلقه ضيق ومش ناقص دوشة. أقول لك حاجة، أنا هنام بجوعي ولا إني آكل من أكلك، من أكل أنت جايبه، فاهم؟ مش عايزة أصلا حاجة منك. أدهم بضحك. لا يا ستي، كلي، أنا بهزر معاكي. هو علشان يعني مش طايقك وبكرهك ومش طايق أشوف وشك يبقى أحرمك من الأكل؟ لا يا شيخة، ده ثواب. الواحد لما بيشوف كلب في الشارع بيعطف عليه، ما بالك بقى لو أكلة شاربة نايمة في بيته؟ كل ده ثواب برضه. الواحد لازم يكسب ثواب كده من وقت للتاني. سكت لحظة وبص في عيونها، وهي كمان بصت في عيونه. كانت بس هي اللي بتتكلم. بس فاقت مليكة بسرعة، وأول ما حست إن هما الاتنين سرحانين في عيون بعض جريت بسرعة وراحت على أوضتها. وأدهم عمال يبص عليها، مش قادر يشيل عينه من عليها أبدا. سحرته، وهي طلعت أوضتها ونامت يا حبيبتي من غير أكل. وصحيت تاني يوم على صوت المنبه اللي كان بيفكرها بالجامعة بتاعتها. وقامت بسرعة، غسلت وشها واتوضت وصلت ولبست هدومها وطلعت علشان تروح على جامعتها. وكانت طالعة زي القمر. شافها أدهم وقال بتفكير: أم استني يا بتاع انتي، ما تنزليش، هوصلك في طريقي. يلا هو ثواب، بجملة الثواب معاكي. مليكة بعدم اهتمام: لا يا عم شكرا، وبعدين أنا معايا لامبورجيني فمش محتاجة أصلا مساعدة من أي حد. أنا رايحة أركب عربيتي ورايحة على الجامعة. ومشيت، وبعدين ركبت عربيتها وجت تدور العربية. مع الأسف ما كانتش بتدور. حاولت كتير لكن برضو مفيش أمل. أوف بقى، هروح الجامعة ازاي دلوقتي؟ نزلت من العربية بزهق وطلعت موبايلها وكانت بتشوف أوبر، لكن برضو مع الأسف ما كانش في أي حد قريب منها وكانت هتتأخر جدا. قرب عليها أدهم بمساعدة: مالها اللامبورجيني؟ ما شكلها بتعطل زي بقية العربيات اهو. تحب تيجي معايا؟ أنا بعرض عليكي تاني اهو، علشان تعرفي بس إن قلبي طيب وإن أنا شخص مسامح ومش بحب الشر لأي حد. بصيت له مليكة بكبرياء واضح. بس فجأة أدهم فتح باب عربيته وقال: يلا يا ولية، ما تقرفيش الواحد بقى في عيشته على الصبح. وبعدين ده أنا فتحتلك باب العربية ودي حاجة عمرها ما حصلت في الدنيا كلها. يلا انجزي ونجري قدامي بدل ما اجيبك من شعرك، ده انت ولية نكد على الصبح. أما مليكة دخلت وركبت العربية وقالت بغلاسة: أهو أنا ركبت معاك علشان مش لاقية مواصلات وبس، لكن أنا على فكرة مش هعديلك كلمة ولية دي بالساهل. الولية قال: ولولوا عليك ساعة وسكتوا يا شيخ. وصلت الجامعة وقابلت صاحبتها عائشة وقالت بمرح: تعالي هنا قوليلي، مين الواد المز ده اللي جيتي راكبة معاه العربية؟ ده قمر قوي. مليكة بغيرة وهي مش عارفة جابتها منين. ده جوزي يا ستي، هحكي لك بعد المحاضرة وهفهمك كل حاجة. وحكيت لها كل اللي حصل. يلا بقى نروح على المحاضرة. وفعلا راحوا المحاضرة. اللي ما تعرفوش مليكة إن في حد كان مصورها وهي في عربية أدهم وناولها على نية سودة. دخلت مليكة المحاضرة وبعد وقت طويل خلصت ورنت على أدهم علشان يجي ياخدها. وفجأة لقيت كارمن، أكتر واحدة بتكرهها في الجامعة، وكانت بتقول بصوت عالي وكله حقد: تعالوا يا جماعة شوفوا مليكة الملاك البريء اللي مش بيغلط أبدا. تعالوا شوفوها على البروجيكتور وهي راكبة في عربية واحد ونازلة منها ولا كأنها عملت حاجة. انتي عبيطة ولا ايه؟ ده جوزي على فكرة، بطلي الهبل اللي انتي بتعمليه ده. كارمن بشر: جوزك؟
ازاي يا حبيبتي؟ هو ازاي مليكة جمال محمد الجرحي لما تتجوز ما يتعمل لهاش هيلمان كبير قد الدنيا؟ ولا انت بقى شمال وعايزين يداروا على فضيحتك؟ وفي الوقت ده جه صوت رجولي خشن، مسك مايك وكان بيقول بصوت عالي بكل عصبية: دي مراتي، مرات أدهم أحمد الشرقاوي، على سنة الله ورسوله، واللي بتقولي عليها شمال دي أشرف منك ومن أهلك ومن 100 واحد زيك. وإذا ما كنتش عملت لها فرح فده علشان دراستها، لكن مليكة دي أنضف بنت عرفتها في حياتي. واوعي تكوني فاكرة يا زبالة الحوار المقرف اللي انت بتقوليه ده هيعدي بالساهل. تعالي على العميد. العميد أول ما شافه اتوتر وقال: أه أهلا وسهلا يا أدهم بيه. خير، هو في حاجة ولا إيه؟ أدهم بحدة: في إن الزبالة دي بتخوض في شرف مراتي. البت دي لازم تترفد من الجامعة وما تروحش أي جامعة تانية في الدنيا. مفهوم؟ أنا اللي يتكلم كلمة واحدة على مراتي أموته، أو لا أبوظ إيدي بدم مقرف ليه. إجراء قانوني يوديها في 60 داهية. العميد وهو بيحاول يهديه: طيب حاضر، مفهوم يا بيه، بس كل حاجة والله وبالهداوة ما تقلقش. أنا ممكن أفصلها السنة دي من الجامعة، إيه رأيك؟ وبعدها ترجع تاني، معلش علشان مستقبلها ما يضيعش. أدهم بثقة: أنا قلت اللي عندي، ها؟ يا إما الحبس يا إما الرفض نهائي. العميد بتنهيدة: خلاص، حاضر يا أدهم بيه، الرفض أكيد حل أحسن. من عينيا الاتنين، تحت أمر حضرتك. انفجرت وقالت بكره: بما إنها بقى خربانة، فأنت أكتر واحدة بكرهها في حياتي من أيام الثانوي. أنت خاطفة كل الأنظار عليكي، شاطرة وحلوة وكل حاجة كانت ليكي أنت وبس. محدش شاف كارمن حتى في الجامعة، كله بيحبك أنت وبيكرهوني أنا. ليه؟ أحسن مني أنت في إيه؟ قال أدهم بشر: لولا إنك بنت كنت ارتكبت جناية، فأنا هحاول أعدي وأقول أخدت جزائها. وبعدين أخد مليكة ومشي، مسكها من إيديها وركبها العربية. سألته في العربية باستغراب: أدهم، هو أنت عملت كده ليه؟ وبعدين عرفت منين أصلا إن أنا أصلا بتخانق وفي مشكلة معايا؟ قال أدهم بثقة مفرطة: بص يا ستي، أنا عملت كده علشان اسمي، وعلشان كرامتي وكرامتك. انتي مراتي فكرامتك من كرامتي. وبالنسبة عرفت منين، فأنا لما لقيتك متأخرة سألت واحد وهو قال لي يو، وبعدين كمل وغير الموضوع. بقولك ايه، أنا جعان وانتي أكيد جعانة، وانتي أصلا ما كلتيش من امبارح. تحبي ناكل في مطعم؟ أنا شايف إني موجب معاكي على الآخر على فكرة. ها، تحبي بقى نروح فين؟ قالت مليكة بجوع. بصراحة أنا جعانة قوي. في حتة مطعم سوشي قريب من هنا تحفة، بيعمل سوشي خطير، ايه رأيك؟ أدهم برفعة حاجب وقال: سوشي مين والناس نايمين؟ ده حتى سمك نايم، مفيش منه الكلام ده. انتي آخرك معايا عبد نتانة بتاع الكبدة أو شفيق تلوث بتاع الحواوشي. قشطة، ده أجمل أكل ممكن تاكليه في حياتك، تاكليه وتجري على المستشفى رهوان. مليكة باستغراب: مين دول؟ أنا عايزة سوشي، حاجة راقية كده، مش تقولي عبده النتانة وشفيق تلوث بتاع الحواوشي. انت متأكد يا ابني انك ابن رجل أعمال مهم في البلد دي؟ والله شكلك ضحكت عليا، آخرك من بولاق. أدهم بهزار قال: والله أنا راجل شرقي ماليش في الأكل السيكيميكي ده. وبعدين يا معفنة، انت التولي أصلا تاكلي عندهم؟ ده يا بنتي هناك بالطوابير. عموما أصلا يا ستي خلاص، أنا موافق، هنروح نطفح عند مطعم السوشي بتاعك ده. ملكة باستفزاز: بقى أنا معفنة؟ ماشي يا سيدي، هعديها لك المرة دي، كله يهون لأجل السوشي، بعد ما أكله نبقى نتخانق على طول. ضحك أدهم، وبعد شوية فعلا وصلوا لمطعم السوشي اللي كان رافض أصلا إنه يروح، لكن راحوا وقعدوا على الترابيزة، وكان بيبص للأكل باستغراب وكان قرفان قوي. وبعدين بصلها وقال: ايه ده؟ هو ايه الحاجات دي؟ انا مش فاهم حاجة، وايه العصيان دي؟ يخرب بيتك، انا غلطان اصلا اني وافقتك
على شورتك المهببة دي. ردت مليكة بضحك وقالت يا عم أنا هطلب لك أنا الأكل اللي هيعجبك، وبعدين العصيان دي علشان ناكل بيها، مش هناكل بإيدينا سوشي يعني. آه أكيد طبعا يا فنانة، ده احنا كده غلطنا في حق السوشي. يلا نجري بقى، وشوفي هتطلبي أكل إيه وتخلصينا. أنا عندي شغل الصبح، وبعدين كفاية إني هشوف مازن صاحبي على الصبح كده، ده هيموت ويتجوز، مش عارف على إيه يعني. يعني اللي اتجوزوا أخدوا إيه؟ آخرها بياكلوا سوشي هم. بصرة يا عم، ما طلعتش لوحدك، أنا كمان البت عشق صاحبتي هتموت وتتجوز، قرفتني جدا بصراحة. نفسي تتجوز وتغور من وشي. والله لو ما كانتش معايا في كلية الطب كنت قلت دي آخرها مساحة سيراميك. بجد مستفزة جدا وزنانة قوي. أدهم بقرف. بقولك ايه، احنا نجوز العيال المعفنة دول، نجوزهم لبعض، اكيد لزجين زي بعض بالظبط. عموما يلا يلا اطلبي الاكل اللي انت عاوزاه. وفعلا طلبت الاكل ووريته ازاي ياكل لانه كان ضايع خالص. وبعد وقت روحوا هما الاتنين، وكل واحد دخل على اوضته وبيفكر في التاني. احاسيس غريبة كانت في قلبهم. هل هما وقعوا في الحب؟ وهل هم مبسوطين؟ هي دي مرحلة الاستعباط اللي بيقولوا عليها. أدهم ما نمشي من التفكير، سرحان في عيونها وفي كلامها اللي دخل قلبه، وأسلوبها وطريقتها وكل ملامحها. وبعد شوية ناموا هما الاتنين في سلام ونوم عميق بعد يوم طويل كانوا مقضيينه مع بعض. أما بقى تاني يوم صحيوا هما الاتنين واتوضوا وصلوا ولبسوا، وأخدها أدهم وراحوا على الكلية، وبعدين وصلها وراح على الشركة. وأول ما راح الشركة قابل مازن اللي قال بسماجة ايه ده ايه ده، ايه يا هندسة، معقول الهندسة الكبير عندنا هنا في الشركة بقى في عريس ينزل الشغل يا عم؟ ينفع الكلام الفاضي اللي بيحصل ده؟ أدهم بلا مبالاة. على فكرة أنا نزلت امبارح، مش ذنبي إن سيادتك كنت نايم في بيتكم امبارح. خليك كده زي خيبتها. مازن بهزار. أنام براحتي يا عم، هو أنا نايم في بيتك؟ وبعدين بقولك إيه، ما تشوف لي واحدة كده من صحاب مراتك دي اتجوزها. أصل بصراحة ما أنت عارف إني هموت واتجوز، عايزة أكمل نص دين يا جدع. امم بص بقى، هي قالت لي ان في واحده صاحبتها هتموت وتتجوز شبهك كده لزجه بالظبط، فلما اروح اخدها من الكليه وابقى تعالى معايا وشوفها، يمكن تعجبوا ببعض ولا حاجه. وعد الجمايل مازن بشقاوه، بتاخدها من الجامعه وعارف صحابها. والله شكلك وقعت ومحد سمع عليك يا بص. اما ادهم قال بتوتر ايه يا عم، ايه وقعت دي؟ ولا وقعت ولا نيلة. اللي حصل امبارح يعني كان موقف كده، وهحكي لك عليه وبعدها هنتزفت نشتغل. وفعلا حكاله كل حاجة حصلت. مازن بضحك. بقى بذمتك كل اللي انت عملته ده هو مش واقع؟ ده انت واقع ونص. على العموم يا صاحبي انت خلاص كده بقيت من العشاق. ادهم بتهرب. عشاق ايه يا اهبل انت؟ انا غلطان اصلا اني بحكي لواحد شبهك. بقول لك ايه، يلا يلا عندنا شغل كتير وبطل كلام فاضي. مازن بغلاسة ماشي يا اخويا. وبعد شوية راحوا على الجامعة. قالت عشق بتوهان بقول لك ايه يا مليكة، انا همشي معاكي النهارده في العربية. شايفة الواد المز اللي راكب جنب جوزك ده؟ يا لهوي، ده ان شاء الله هيبقى جوزي في المستقبل. مليكة باستحقار. مالك يا بنتي في ايه؟ هو انت وقعتي من اول نظرة شكلك ولا ايه؟ الواد ما شافش خلقتك حتى. اصبري شوية يا بت كده واتقلي. عشق بتجاهل. يلا بس، علشان فارس احلامي اهو واقف عند العربية هناك اهو. الله، ده مز قوي، يخرب بيت جمال امه. قالت مليكة باستئذان. ادهم معلش، هناخد عشق معانا لان مفيش حد هيجي ياخدها النهارده. ممكن؟ قال ادهم بابتسامة. ايوه اكيد طبعا، اكيد تيجي معانا. تعالي اتفضلوا يلا. وهما الاتنين كانوا عمالين يبصوا لبعض. مليكة وأدهم كانوا بيبصوا لهم باستحقار وقرف. وركبوا العربية. فقال أدهم بقرف مازن، بقولك ايه، بكرة لازم تيجي الشركة بدري، عندنا شغل كتير. مازن بتوهان. أها، حاضر حاضر، من عيوني الاتنين. وكان بيبص على العش اللي كانت مكسوفة وبتبص له يا كمان. قالت بكسوف لأدهم لو سمحت،
أنا هنزل هنا، أنا بيتي هنا، شكرا يا أدهم. العفو، على إيه بس؟ فقال مازن بسرعة. استني، أنا هاجي معاكي، أنا أصلا بيتي قريب من هنا. يلا يلا، هوقفنا يا أدهم. وفعلا نزلوا هما الاتنين مع بعض، ومليكة قعدت جنبه قدام وقالت بغيرة: هو أنت كنت بتضحك كده ليه؟ ها؟ شكلك كده مع كل البنات، صح؟ مع البنت دي تضحك ودي تهزر. أدهم بتصنع الغباء: مش فاهم حاجة، قصدك إيه؟ مليكة بغيرة: يوه، قصدي الضحكة الجذابة دي. هو انت ناسي انها شكلها هتتخطب لصاحبك يعني ولا ايه؟ هو ايه الضحك المستفز اللي انت بتضحكه لها ده؟ ادم بهدوء مستفز: امم وانتي مالك؟ هو انتي بتغيري عليا ولا ايه؟ مليكة بتوتر: ها؟ آه، غيرة ايه متخلف انت؟ انا بتكلم على المبدأ، انها صاحبتي، وكمان شكلها هتتخطب لصاحبك. هي يعني لو مش صاحبتي ما كنتش هقولك اصلا، ولا كنت هتكلم، لكن ده ما ينفعش وعيب ما يصحش. ادهم بمكر: اه، واضح فعلا. وبعد شوية روحوا على البيت في صمت، كل واحد في قلبه مشاعر مش عايز يقولها، وبيكابر وبيقول ان ده مجرد هبل. عدى عليهم 3 شهور، كانوا أبطالنا كلهم حبوا بعض. وفي يوم جه أدهم وقرر إنه يعترف بحبه لمليكة، لكن قبل ما يقول ولا كلمة سبقته مليكة وقالت: أم أدهم، ما تقولش حاجة، أنا عارفة وجاهزة للطلاق. أدهم بصدمة: طلاق؟ طلاق إيه بس؟ طلاق إيه اللي انتي بتقولي عليه يا شيخة؟ تعبتيني، أنا مش عايزة أطلقك أصلا. مليكة بصوت مبحوح: مش ده كان قرارك قبل ما نتجوز؟ ايه بقى اللي غيرك كده فجأة؟ انت كنت قايل اننا 3 شهور ونتطلق. ادهم بحب: اللي غيرني اني حبيتك يا مليكة. انا حبيتك من اول ما شفتك، من اول لحظة شفتك فيها. انا كنت داخل الجوازة دي علشان صفقة، لكن طلعت منها بصفقة العمر اللي هي انت يا مليكة. قالت مليكة بحب: ادهم، انا كمان بحبك ومش عايزة اتطلق منك، عاوزة اكمل معاك بقية حياتي ونكمل طول حياتنا مع بعض. شالها وقال بفرحة: حبيبي بيحبني يا ناس، والله لا هعمل لك حتة فرح واخلي فرحنا مع المجانين اللي اتخطبوا دول. وعدى شهر كمان، كان يوم فرحهم كلهم، وكانوا كلهم حلوين قوي، وكل عريس أخد عروسته. والد مليكة ووالد أدهم كانوا في قمة سعادتهم، لأن الصفقة بقت فعلا صفقة العمر، وشغلهم بقى مع بعض على طول واستمر للأبد. مليكة، أنا بعشقك، حرفيا انتي أحلى حاجة حصلت لي في حياتي. ردت مليكة بكسوف وقالت: وأنا كمان يا حبيبي بعشقك. أدهم، أنا عايزة أقولك على مفاجأة. أنا أنا عملت تيست حمل وطلعت حامل. عمرك شفت عروسة حامل؟ وعند مازن كان بيقول لعشق بكل عشق: بعشقك، بعشقك يا مجنونة قلبي، بحبك. وأنا كمان بعشقك يا قلب عشق. والأربع شباب كانوا فرحانين جدا، وأخيرا عاشوا حياة سعيدة كلهم مع بعض. وكده توتة توتة وتكون خلصت الحدوتة. يا رب تكون عجبتكم. أتمنى لو عجبتكم رواية النهاردة يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم إشعار أول ما ننزل رواية جديدة. وكمان ما تنسوش تفجروا زر اللايك علشان تساعدوا الرواية إنها تنتشر كمان وكمان. ألقاكم في رواية جديدة يا أجمل إخوات في الدنيا. مع السلامة.